يا صباح الفل، يا صباح الخيرات. شفت تعليقاتكم على الفيديو اللي عملته. الحمد لله. عايزه اقول لكم مفاجأة. تعرفوا الفيديو التاني اللي انا عملته بتاع طاقة الهارب، انا نسيت احط المايك قسما بالله، بس الحمد لله عشان كنت واقفة وكنت مقربة التليفون مني قوي، فالصوت الحمد لله طلع كويس. بعد ما سجلت كل ده اكتشفت ان انا ما كنتش حاطه المايك. دلوقتي اتأكدت ان المايك موجود، وقبل ما افتح الفيديو واسجله عايزه برضو اتاكد، عشان المره اللي فاتت كنت حاطه المايك ما كانش داخل بشكل كويس. اعتقد كده كويس. وبعدين ما تستغربوش لما نيجي نقول طاقه الهارب التاني، اكيد اكيد في حاجه غلط بتحصل. عفريت. احنا هنقول طاقه العفريت التاني مش طاقه الهارب التاني. اتمنى من الكل اللي ما سمعش الطاقة الكونية، اتمنى ان انت تدخل تسمعها، مهمة جدا بالنسبة لك. هنطلع دلوقتي على الشارع وهيبقى فيه اضاءة، ممكن نضيء ده شوية مؤقتا. اتمنى يعني ان انتوا تسمعوها. للي ما شافش لوكا لايف، الفيديو اللي نزلته على الطاقة الكونية، لانه مهم جدا جدا، ان ممكن تحصل لك حاجات دلوقتي تستغرب لها جدا وتكون مش عارف ايه اللي بيحصل معاك. في تعليق شفته ان في واحده يعني كاتبه انا فاهمه كويس. انا مبسوطه مبسوطه جدا ان في ناس فاهمه وعارفه كده كويس قوي، لكن ده ما يمنعش ان برضو في ناس ما بتبقاش فاهمه، فلازم نفهم اللي مش فاهم، وده دورنا. هنقول دلوقتي طاقه الهارب التاني، و وبعدين هنقول طاقة الشخص الجديد، وبعدين هنقول طاقة الطرف الثالث. هينزلوا الاتنين على بره الدنيا، وبعدين هنقول طاقة الهارب الأول والتاني على الانتساب. تمام. النهاردة كل ده هينزل بإذن الله. وهنتعجز باللي موجود دلوقتي. هنبتدي دلوقتي بالهارب التاني وبداية. عارفين كده وانا بقول لكم هقول طاقة الهارب التاني، حاسة باحساس غريب شوية، في حزن كده، زي ما يكون الهارب ده حزين قوي، حزين. احنا قلنا طاقة الهارب الاول في توتر وغضب ومتغاظ منك قوي، لكن الهارب التاني ده يا جماعة حزين 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 فوق ما تتخيل، وكان متوقف عن مراقبتك لفترة، وبعدين رجع يراقبك تاني، ما يقدرش يقعد اكتر من كده. وقلنا انه كان متوقف عن مراقبتك لسبب، او عايز يتأكد من حاجة معينة، والحاجة اللي هو كان عايز يتأكد منها معرفش يتأكد منها برضه. او ممكن يكون البعض تأكد من الله اعلم ايه الشيء اللي عايز يتأكد منه، وعشان كده كان متوقف عن مراقبتك. ولكن دلوقتي لا، لا لا لا، خلاص الموضوع بقى بالنسبة له انا ما ينفعش، لازم اعرف بيعمل ايه في حياته، لان هو اللي انت ما تعرفوش واللي ممكن تستغرب له وتتصدم لما تسمعه، ان الهارب ده يا جماعة بيحضر طول الوقت. بص، لو في انفصال ما بينك وما بينه بقالك فترة كبيرة، الشخص ده بيحضر عشان يرتبط بيك، يرتبط بيك بشكل رسمي. فانت ممكن تتصدم من اللي انا بقوله ده، ممكن ما تصدقهوش، لكن دي الحقيقة. فهو حاسس انه كان بيعمل كل ده على الفاضي، وانت هو نسي حاجة مهمة جدا. الهرب التاني عارفين نسي ايه؟ نسي ان انت الاساس، انت الاهم، اهم من الترتيبات، اهم من التخطيط، اهم من كل شيء. انت الاساس في ايه؟ انت الاساس، انت الاساس في انه يعرف شعورك، احساسك ايه بالحياة. هل انت شخص قادر ان انت بصراحة يعني تدخل في ارتباط جدي ولا لا؟ نسي، نسيك انت يعني. هو عمل كل ده عشانك، وفي نفس الوقت نسي انه يفهمك. هو كان معتقد ان اثناء مراقبته ليك انه هيفهمك بجد، حقيقي كان متخيل انه هيفهمك، وان هو كده صح،
هيقدر يغوص جوه اعماق عقلك وحياتك وطاقتك، ويفهم اللي ما كانش يقدر يفهمه وهو قريب منك. لا، وهو بعيد بيراقبك كده وفاهم عنك كل حاجة، ويشوف انت واقع في ايه دلوقتي، هتكون قصدك. لكن هو اكتشف ان دي لا قصدك ولا نيلة. لا بالعكس، الحزن اللي حسيته في بداية القراءة بالنسبة لي الهارب ده معناه انه ما قدرش يفهمك بجد. حاسس هو ندمان، والندم بعيد تماما عن الهارب ده على فكرة. يعني صعب جدا ان هو يندم، لكن هو ما ندمان. طب هو ندمان ليه؟ ندمان علشان بيقول لو كنت قربت منه كان افضل بكتير. الخوف بيقول لنفسه انا كنت خايف اقرب منه خساره، لانه كان شايف انه لو قرب منك في وقت من الاوقات انت مش متوازن فيه هيخسرك، هتبعدوا عن بعض بجد بقى بدون رجعة. لكن كان قرب منك حتى على الاقل ادالك حتى ريق حلو، يعني حتى لو كان بين لك انت الشخص ده خلاص انت محيته من حياتك، وانت ماشي في حياتك وعارف ان خلاص ده مش هينفع تكمل معاه، مش هو الشخص اللي انت كنت هترسم معاه حياتك اللي جاية. لخبط كل ترتيباتك، انت كنت مرتب لحاجات كتيرة جدا، لكن هو لخبط لك كل ترتيباتك. ليه؟ لانه ما ادالكش الاحساس بالامان، ما ادالكش الاحساس بانه موجود معاك. اي نعم، كنت بتحس ان هو يعني عايزك، كنت بتحس بالتخاطر اللي كان بيعمله معاك، كنت بتحس بحبه ليك. كنت لو في منكم ممكن يشوف الشخص ده من بعيد، عينيكوا تيجوا في عيون بعض، كنت بتحس قد ايه الشخص ده مهتم بيك بجد وانت لمسه قوي. لكن انت ما كنتش عايز تعيش على اوهام، انت كنت عايز تعيش على امر واقع. يعني مش امر واقع، واقع. هو الواقع بتاعك كان بيقول ايه؟ كان بيقول ان الشخص ده مش موجود في حياتي، وان تصرفاته كلها بتقول ان هو خلاص مش عايزني. فانا المفروض عليا ان انا خلاص اشوف حياتي واهتم بحياتي وابعد تماما عن فكرة ان هو عايزني، ان هي عايزاني، خلاص اعيش حياتي. فانت عندك دافع قوي جدا ان انت تقدر تمشي وتعيش حياتك وتبني حياتك من اول وجديد وتبقى سعيد فيها. وكل حاجة بتحصل لك في حياتك بتحصل لك يعني سواء فرح حزن بناء على اليوم اللي انت بتعيشه، ملهوش علاقة بالهارب ده نهائي. وعلى الرغم من انك كنت بتعمل كده، الا انك كنت بتلاقي الهارب ده كأنه داخل جوه حياتك، كنت بتحس بيه، كنت بتحس بوجوده، كنت تحلم بيه. في حاجات غريبة كانت بتحصل كنت بتستغرب منها، وكلها بتدور حوالين الهارب ده. الاستنتاج اللي انت بتستنتجه بعد كل الاحداث اللي بتحصل فيها طاقة الهارب، او فيها تحس ان دي مثلا حاجة حصلت مرتبطة بالهارب، في حاجة بتلف والدنيا وتدور بيك وترجعك تاني لنقطة الهارب دي، لنقطة الشخص ده. فانت في التوقيت ده كنت بتقول لنفسك ايه؟ على الرغم من ان ده كان بيحصل معاك، الا انك كنت بتقول لا بيكفي، خلاص انا مش هقعد اوهم نفسي باوهام مش موجودة. انا اللي انا هشوفه بعيني، اذا كنت انا هعيش في خيالي فهعيش في خيالي في حاجات تهم حياتي تنجحني في حياتي، لكن انا مش هعيش في خيالات مش موجودة. الشخص ده ما عملش عشاني حاجة، ما كلفش خاطره حتى انه يثبت لي انه عايزني، لكن في الحقيقة هو بيعمل حاجات كتير جدا. لكن يعني انا مش عايزة اقول بجد ليه شخص يتعب التعب ده كله ويكون مهتم وبيحب روح شخص تاني لدرجة الجنون، ويبقى بعيد عنه وما يحاولش ان هو يثبت له
بأقل الطرق ان خليك انا موجود، بس انا مثلا محتاج وقت، او انا مش يعني اي حاجة تدل على ان الشخص ده ايه، على ان الشخص ده عايزك. لكن ما عملش، بالعكس انت كل حاجة كنت بتشوفها منه كانت بتقولك ابعد ابعد. ده انت ساعات كنت بتحس ان في طار بينك وبينه، فكنت بتقول لا انا عشان محدش يعني عشان هو ما يقولش ده مجنون، ولا لا انا ابعد عنك خالص، ربنا يسهل لك في حياتك وانا ليا حياتي خلاص. تخيلوا ان الحزن اللي قلت عليه اللي بيعيش فيه الهارب ده حزين عشان ما عملش اللي انا بقوله ده. يعني حتى لو كان مثلا انتوا بعيد عن بعض، ولكن في مثلا تعامل بينك وبينه من بعيد لبعيد كل فترة، لكن العكس تماما هو اللي حصل حسب ما هو كان شايف، حسب ما كان شايف انه هو ده الصح وده اللي يتعمل وفي الاخر احنا هنجتمع مع بعض. اي نعم في لقاء قدري لا انت تقدر تتحكم فيه ولا هو يقدر يتحكم فيه، ربنا جامع ما بينك وما بين الشخص ده بطريقة غريبة جدا. وكل ما تلاقي نفسك بتبعد عنه، لو كان حتى انت قاصد ان انت تبعد عنه علشان اللي انت شفته منه زي ما قلنا، فبتلاقي كأن القدر بيرجعك تاني للشخص ده. ده ليه؟ اللي بيحصل معاه الحاجات دي اللي انا بقولها دي، ده لان مقدر ليك ان انت والشخص ده ترجع انت وهو دلوقتي تكونوا يعني مع بعض، هتتجمعوا مع بعض دلوقتي. لكن هو حزين. حزين هقولك ليه. لو انت من المطاردين اللي مشاعرك اتغيرت من ناحية الشخص ده، كانت مشاعرك قوية جدا وكان الشخص ده بالنسبة لك وجوده بيديلك احساس بالحياة، لو مشاعرك اتغيرت من ناحيته وحاسس انك ما بقاش يهمك، يعني ما بقاش يهمك وجوده من عدمه واحد، فالشخص ده حزين عشان كده. هقولكوا على حاجة، عارفين لما حد يعمل حاجة مضطر ان هو يعملها قصاد الحاجة دي، حاجة مهمة جدا لشخص غالي جدا عليه، وفي نفس الوقت هيخسر حاجة غالية قوي قوي قوي، وهو ما بين نارين كأنه بيجازف وعنده امل قوي جدا ان المشاعر هتكون موجودة، اهو ده اللي عمله بالظبط. لكن حس ان انت مشاعرك ما بقتش موجودة، بس هو بقى دلوقتي بيتمسك بايه؟ بيتمسك بحتة اللقاء الاول من بعد فترة غياب طويلة جدا. في ناس ممكن تكون على فكرة فترة الغياب دي قعدت سنين، فبيتمسك بحتة ايه؟ بيتمسك بان اللقاء ده هيخليك تسترجع حبك ومشاعرك ليه. يعني لو انت مش عارف هو حاطط في باله ايه، انت دلوقتي عايش حياتك ومظبط حياتك ان الشخص ده خلاص ومشاعرك ليه ما بقتش زي الاول، لكن من اول لقاء هيحصل ما بينك وما بينه ده اللي هو شايفه، على الاقل هو هيكتشف هل انت لحد دلوقتي في مشاعر من ناحيتك ليه ولا المشاعر دي انتهت نهائي. فانت هتكتشف وهو كمان هيكتشف. فاهمين قصدي ايه؟ فاللقاء ده مهم جدا بالنسبة له. فالهارب ده لو كان من الهاربين الصامتين تماما اللي مفيش اي حركة منه او صوت، ملهوش وجود، فهتلاقي يا اما هو هيجبرك ان انت تشوفه تمام بطريقة معينة يعني، بس هيكون مش موضوع بقى يجبرك بالعافية، لا مش مقصودش كده، لا انا اقصد ان هو هيخليك تقابله. تمام؟ ليه؟ لان هي مهمة جدا بالنسبة له، المقابلة دي مهمة جدا 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 بالنسبة له علشان يقدر يكتشف هل انت فعلا دلوقتي ثانية واحدة عشان في بس خلاص راحت، في رسالة رخمة واقفة في الشاشة. هيكتشف مشاعرك ليه وهو فعلا صح،
وفي نفس الوقت عايز يحسسك بنفس الاحساس اللي انت كنت حاسه من البدايه. يعني الشخص ده لما هيرجع هتلاقيه بيرجع معاك كل حاجه كان بيعملها لك الاول هيعملها لك، طريقته، نظراته، اسلوبه هترجع تاني زي ما كانت. فانت هتحس ان انت بتقابل الشخص ده لاول مره زي الاول، كأن انت كنت في حلم وبترجع تعيش الواقع بتاع الحلم ده، ولكن بتغيير. بقى التغيير ده ايه؟ الحته اللي هو زعلان قوي منها ان ممكن يخسرك. تخيل ان شخص يقعد لفتره طويله جدا خايف انه يفقد شخص غالي عليه، خايف انه يخسره، وعنده استعداد ان الشخص التاني ده يشوفه بطريقة وحشة، بس لانه عنده فكرة معينة ان الشخص ده مثلا محتاج مثلا يتشافى، او محتاج ان هو كان شايف ان انت محتاج تتشافى من حاجة معينة، كنت محتاج توصل لمرحلة معينة. فتخيل ان شخص يقعد يجي على نفسه، ويجي على كرامته، ويجي على مشاعره عشان خاطر انك تستشفى من شيء معين، وفي الاخر يكتشف ان انت خلاص ما بقيتش حاسس بمشاعر من ناحيته. الفكرة ان مشاعرك للهارب مش موضوع مشاعر، وقلنا كتير جدا خصوصا الهارب ده مشاعرك ليه كأنها مشاعر أمومة، مشاعر عائلية، كأن الشخص ده مش عارفة اوصفها لك، لكن مشاعر اقوى من مشاعر الحب. فانت لما حسيت انك فكيت التعلق بالشخص ده فعلا ونجحت في ده بدون ما تقصد ان انت تفك التعلق، لان انت حاولت قبل كده كتير تفك التعلق بيه بس ما كانتش بتنجح معاك، لحد لما سلمت. التسليم ده ذات نفسه وصلك انك بالفعل تفك التعلق بيه من غير ما تحس، وفعلا ده اللي حصل. من بداية فك التعلق بالشخص ده وهو بدأ يتعلق بيك، والمراقبة زادت اكتر واكتر، مشاعره ليك بتزيد، بقى بيكتشف فيك حاجات ما كانش بيكتشفها وانت معاه. اللي هو انت مثلا انت كان عندك استعداد ان انت ترجع للشخص ده، وان انت تسمعه وتسأله ليه عملت كده، ليه؟ لكن دلوقتي انت ما عندكش استعداد انك تسأل حتى في الماضي، لان مجرد ان انت بتفتكر الماضي، مش هقولك انت بتتأثر، ما بقاش يهمك حتى، يعني مش حاجة وحشة، مش ما بقاش يهمك لدرجة ان انت بتقشعر منه ايه القرف ده، لا لا لا، ما بقاش يهمك. ده سبب الحزن اللي موجود فيه الهارب، وكأن كل اللي عمله على الارض. واضح انه بيلوم شخص معين او شخصين، واضح ان دي كانت نصيحة من اشخاص معينة يتعامل معاك ازاي. فخايف يكون اتضحك عليه، خايف يكون اتضحك عليه واتقال له مثلا تعامل معاه بالطريقة دي، لو انت عايزه فعلا، لو انت بتحبه فعلا، لو انت عايزه يتشافى، لا ابعد عنه، بلاش الاحتكاك بيه. كان ممكن يكون الناس دي كان بيثق فيها قوي، وممكن تكون الناس دي اصلا بتتكلم وهي معتقدة ان هي صح، يعني ما تقصدش ان هي توقع ما بينك وما بينه. لكن لا، في ناس تانية قصده ان هي توقع ما بينك وما بين الشخص ده، ولعبوا على حتة الخوف اللي عارفينها فيه، عارفين نقطة ضعفه. ألعب على أنهي حتة الخوف. هو من نقطة الخوف، لا هو كان خايف جدا جدا خصوصا منك انت، فلعبوا على حتة ايه الخوف ده ونجحوا فيها. لكن دلوقتي تعرفوا ان مراقبة الهارب ليك من بعيد كانت لصالحك قوي. هقولك ليه. لان في خلال مراقبته ليك هو كان خايف منك، خايف من رد فعلك، شايف ان انت ممكن تأذيه مثلا، ممكن تعمل اي حاجة، شخص مستهتر، بتتصرف من غير ما تفكر. لا، انت شخص عفوي لكن مش غبي، انت شخص عفوي
قلبك طيب، جدع جدا. ساعات بتبقى طفل وساعات بتكون ناضج، ودي اجمل حاجة. الاختلاف والتنوع في شخصية طبيعية سوية، مش ما بتمثلش. فاكتشف صدمة الهارب انه اثناء مراقبته ليك اللي كانت لصالحك انت، انه اكتشف ان انت اخر شخص في الحياة ممكن يخاف منه. تخيلوا، اخر شخص في الحياة ممكن يخاف منه. انا كنت بخاف من ده، يا نهار ابيض. لا ده بيحس ان هو يعني ازاي انا صدقت ان انا ان ده يتخاف مني، ازاي صدقت ان الشخص ده ممكن يأذيني، ازاي فهو حالة الحزن فيها كوكتيل يا جماعة، فيها كوكتيل ندم على خوف على اكتشاف ان هو كان غلطان. وانت عندك على فكرة انت عندك شخصية مستقلة جدا يعني. انت لما اخدت قرار تبعد عن الهرب ده بعدت، مفيش حاجة وقفتك. كنت بتحبه اي نعم، ولكن الحب ما منعكش ان انت تبعد. ليه؟ لان انت هتقعد ليه؟ لا، انت شخص عندك كرامة وعندك حياء، وما تجبرش نفسك على حد ابدا. تعرف ان الهارب ده سمع عنك حاجات كتير ملهاش علاقة بيك نهائي، ملهاش علاقة بيك نهائي. وصدقها، وبناء على الكلام اللي سمعه ده بقى حكم عليك بقى. وفي نفس الوقت ما كانش قادر انه يعني خلاص ياخد حتة فكرة ان انت خلاص بعيد عنه، هو مش هيقرب منك تاني. كل شخص ليه حياته. الموضوع صعب بالنسبة له لانه جرب اكتر وقت صعب، اكتر وقت صعب. بصوا احنا يعني هدوء، بصوا سبحان الله يا ربي، لان فعلا اللي انا كنت هقوله هو عبارة عن فراغ. اكتر وقت صعب عاشه الهارب ده لما كان بيحاول يعمل ريبليس، استبدال ليك مع شخص تاني وتالت ورابع وخامس وسادس وما تعدش. وكل مرة كان بيحس بفراغ وانت بعيد عنه بس، ولكن هو كان حاسس انه مرتبط بيك. انتوا كنتوا في علاقة يعني، انت كنت مالي حياته، كنت مديله يعني يا نهار ابيض. انت دوبامين بالنسبة للشخص ده. اي شخص تاني يحاول انه يستبدله بيك فشل. لا، واكتر من كده الخوف بيسيطر عليه اكتر. ان انا عمري ما هعرف استبدله، انا عمري مفيش شخص، عمري ما هقدر اجيب شخص تاني يكون بديل الشخص ده. فبيقول لنفسه لو انت علاقتك بالشخص ده دايما في مسافات ما بينك وما بينه، بعيد، ما بتلتقوش، مفيش مقابلات غير قليلة جدا جدا لو حصلت. لو انت والشخص ده بالفعل كده وانت لسه ما دخلتش معاه بقى مقابلات كتير وتقعدوا مع بعض ومش عارفة ايه، عملت فيه كده. امال لو دخلت حياته، ده الكلام ده اللي هو بيقوله، لو دخلت حياتي كنت هتعمل ايه؟ اكتر حاجة هو ندمان عليها ان هو ما قربش منك، عشان حتى لو انت قررت ويكون القرار النهائي ان انت ما ترجعش للشخص ده وخلاص ما تدخلش معاه في علاقة لا رسمية ولا غير رسمية ولا الكلام ده كله، اكتر حاجة ندمان عليها يا ريتني كنت حتى عشت معاه ايام حلوة وجميلة علشان تبقى ذكرى ما بيننا وما بين بعض. وفي نفس الوقت بيقول لنفسه لا، لان اذا كنت انا متألم دلوقتي ما كانش فيه التقاء او ان احنا نتقابل مقابلات كتير وعامل كده، امال لو كنا بنتقابل كتير فكنت هتألم اكتر والذكريات هتتعبني اكتر واكتر. فهو دلوقتي عايش الله الله الله, الله. لا 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 لا، ايه الجمال ده يا الله. انتوا مش متخيلين المنظر الجميل اللي انا شايفاه دلوقتي. الجمال ده هوريهولكوا دلوقتي، بس اخلص بس طاقة الهرب، هلف واجي تاني عشان انا واقفة غلط.
فعلى قد ما بيقول، بصوا هو بيقول بيضحك على نفسه. لا، اذا كنت انا حاسس ان انا بحبه دلوقتي، امال يعني لو كنا مع بعض وهكذا زي ما انا بقول لك بالظبط، هيبقى ايه الكلام، وانا هكون تعبان جدا، وانا هكون كذا وهكون كذا. لكن في الحقيقة الشخص ده متألم من غيابك بطريقة حقيقي انا مش عارفة اوصفها لك. حاسس ان مفيش حياة، حاسس ان مفيش امل انه يكون سعيد من غيرك نهائي. خلاص، كأن القدر كتب عليه انه يفضل تعبان من غيرك، بسبب ان الشخص ده حكم عليك حكم من غير ما يسمعك، من غير ما يرجع لك، من غير آه ما يقول لنفسه يمكن اكون غلطان. اسمع لو كان في بالنسبة مشكلة حصلت بسبب طرفين، ممكن يكون سمع للطرف التاني ما سمعلكش انت، فبيقول يا ريتني كنت اديته مساحة ان انا اسمعه، يا ريتني يا ريتني يا ريتني. فالهارب دلوقتي بيعيش في وقت مش عارف يسامح نفسه، بس هو دايما بيقول انا عارف انا بعمل ايه، انا عمري ما جيت على حد. تعرفوا الهارب ده جاي على مين؟ جه على نفسه. الصدمة ان الهارب ده جه على نفسه. هو فعلا جه على نفسه، ما جاش عليه. وهو ده اللي بيقوله لنفسه، يقول الحمد لله اذا كنت انا جيت على نفسي ماشي. لكن هو ما يعرفش ان انت وهو شخص واحد. لكن انت انتزعت حتة الألم اللي كان هو بيحسه، فانت كنت بتحسه. دلوقتي الشخص ده بيتعذب لوحده، قريب جدا من كتر التعب والعذاب اللي عايش فيه والوحدة القاتلة اللي عايش فيها الهارب دلوقتي. قريب قوي هتلاقي هتلاقيه بيتحرك تحرك سريع ومش بتاعه. يعني هو مش متعود عليه، الهارب ده مش متعود ان هو يتحرك التحرك السريع ده، لا بيقعد يفكر بالمئة ألف سنة. ليه بقى؟ لان شايف ان مبقاش فيه وقت تاني، وشايف ان هو ده الوقت المناسب، وشايف ان ده الوقت اللي يواجه نفسه بالحقيقة. لازم يكون في حالة مواجهة. خلاص لازم اتخلص من الخوف واواجه نفسي اذا كان الشخص ده هيكون معايا او لا. وقريب هتلاقي المواجهة دي، وقريب هتلاقي سرعة تحرك الهارب ده اتجاهك. هيكون في حالة تسليم. عشان كده هيبقى في تغيير في الأحداث أو في ترتيبات. ناس كتير ممكن تكون بتفكر في حاجة معينة منكم يعني، أو مرتبة لحاجة معينة، لكن في حاجات هتتغير قدرية في المقابلة الأولى مع الهارب ده. وكل واحد هيكتشف التغيير ده اللي هيحصل في الأحداث، وهتفهم كويس قوي لدرجة ان شعر راسك هيقف من كتر ما انت مصدوم من التغيير اللي هيحصل، اللي انت ما كنتش عامل حسابه ولا كنت مرتب له، وجه على فجأة. وحتى انت من جواك ما كنتش عارف في حاجات انت هتوافق عليها عمرك ما كنت هتوافق عليها، حاجات هترفضها عمرك ما كنت هترفضها. دي كانت طاقة الهارب التاني اللي معانا النهاردة. يا رب الصوت يكون تمام وزي الفل. بحبكم كتير جدا. هنقول طاقة الطرف التالت، وهنقول طاقة الشخص الجديد، وهنقول طاقة الهارب الأول والتاني في الانتساب. بحبكم كتير. سلام. ثواني قبل ما اقفل هصور لكم المنظر اللي جنبي ده، تمام؟ وهسيبه دلوقتي في نهاية اللايف. شوفوا الجمال بجد، الطاقة الرائعة، القمر شبه مكتمل. فأنا هصوره لكم وهتشوفوه دلوقتي في آخر اللايف. سلام. شايفين المنظر؟ شايفين الجمال؟ قسما بالله أنا يعني أنا مش عارفة أوصف. سبحان الله. بصوا الهالة اللي حوالين القمر، شايفين البحر؟ ضوء القمر نازل عليه ازاي، منور البحر. فيا سبحانك يا رب. طبعا ده جبل وتحت البحر، والمنظر ده خرافي. يعني انا معديه، انا بقول الطاقه اهو ماشيه اهو في الشارع اللي انا ساكنه فيه، بس دي حته قدام كده شويه. فتخيل، بص الجمال، بص الهدوء.
الواحد يتأمل هنا وهو ايه حاسس بمتعة غير طبيعية. يا سبحانك يا رب. والله تأملوا يا جماعة على المنظر ده، تأملوا كده وتخيل كده واسرح، لأن من مش قليل قوي لما نلاقي المنظر ده، قليل بالطريقة دي بالهدوء ده. يعني تلاقي المنظر ده بس فيه دوشة، تلاقي دوشة تلاقي هدوء بس مفيش الفيو ده. فالاتنين مع بعض، والطاقة التالتة يا الله، يعني كمان الطاقة رائعة، وذبذبات وترددات مرتفعة جدا. المنظر ده انت مجرد ما انت هتشوفه هتحس ان انت ذبذباتك ارتفعت، ترددك ارتفع، تحس ان انت مبسوط ليه ما تعرفش، بس ده حقيقة فعلا انت هتحسها. اتمنى لكم كل خير وسعادة يا رب، وربنا يسعد الجميع وتحققوا كل اللي بتتمنوه اكتر كمان، وان شاء الله كل اللي جاي اجمل بكتير من اللي فات. سلام.